السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اهلا مشاهدين في الدنيا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم ماما حوبة فيديو جديد. هنعمل مع بعض السمنة البلدي الفلاحي والمرتة بتاعتها الجميلة في البيت من اول من الالف للياء كده. معانا هنشوف الطريقة والمقادير على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بصوا يا حبايبي، دي القشطه اللي انا جمعتها من وش اللبن بتاع الجبنه القريش الفيديو اللي فات. اللي انا عملت منه الجبنه القريش دي الوش بتاع، حطيته حوشته على بعضه كده وحطيته في التلاجة، مش في الفريزر. تمام. جبته بقى كده بعد ما خلصت خلاص، ما عدتش هعمل جبنه. جبت القشطه بتاعتي دي بقى عشان نعملها سمنه. ده مضرب، انا بضربها بالمضرب علشان ايدي بتوجعني، ما اقدرش اربها بايدي. بس انت لو ما عندكيش ربها بايدك هتبقى زي الفل. بس اهم حاجه تريحي المضرب شويه وشويه علشان لا قدر الله ما يتحرقش منك. خلاص هي بدأت كده تفصل معانا. اهم حاجه ريحي المضرب بتاعك كده. خلاص بدأت تخرز، بدل بدأت تخرز يبقى بدأت تنزل الشرشة زي ما انتم شايفين كده. فصلت اهيت. دي بقى احلى سمنه فلاحي بجد، ولا مغشوشه بقى من بره، ولا جايبه قشطه من بره ما تعرفيش مصدرها ايه. دي كده حاجه في البيت فلاحي فلاحي يعني على الاصل يعني. هضربها كمان ضربه. ولما بدأت تخرص كده خلاص هنفصل المضرب بتاعنا. وما تحطهاش في الفريزر القشطه يا جماعه، علشان ما تيجي تضربيها ما تتعبكيش في الضرب. انا كنت حاطاها على رف التلاجة عادي. احنا كده كده الجو ساقع اليومين دول، يعني مهاش جرالها حاجه. كده خلاص بدأت تفصل اهي. هنجيب بقى نكورها كور كده. نصفيها كويس جدا من الشرش بتاعها عشان تيجي معانا السمنة رايقة ولونها حلو، ما تبقاش معكرة. كده خلاص الخطوات ماشية معاكم واحدة واحدة اهو. شوفوا الفيديو اللي فات بتاع الجبنة القريش، انا شلت الوش وحوشته وهنحولته لزبدة، وهنحوله دلوقتي لسمنة. ودي احلى سمنة فلاحي في البيت، نظافة وريحة وطعم، ولا كلمة بجد. مش بشكر فيها علشان انا اللي عاملاها، لا بجد اي حاجة انت بتعمليها في البيت بتبقى ريحة وطعم وانضف بكتير من بره. يعني انا اختي اشترت زبدة جاهزة، قالت هسيحها اعملها سمنة، والله ولا ريحة ولا طعم بجد. قلت لها ليه؟ ايه القرف ده انت كنت عملتي الجبنة واخدت الوش. بصراحة كانت هتبقى احلى. كده ناخد نكورها الكور ونصفي اهم حاجة من الشرش بتاعها. اللي يوصل لغاية هنا بقى يعمل لايك للفيديو ده، ما ينفعش كده. اللايكات بتاعتكم ضعيفة قوي، والمشاهدات يعني ربنا يسهل علينا جميعا يا رب ويرزقنا جميعا. احنا بنتعب في الفيديوهات دي قوي، جامد جدا والله. يعني بنتعب في الفيديوهات دي يا جماعة والله يعني. قدرونا زي ما احنا بنقدركم، وبنعمل كل حاجة عشان انتوا تعملوها في البيت وتسعدكم، وبتسعدنا طبعا اللي احنا معاكم. ربنا يجمعنا على خير يا رب. بصوا انا خلاص انا كورت كل المقدار. هجيب ايه بقى؟ معلقه سمنه. ده الشرش اللي نزل منها، طبعا مش هنرميه، ده هعمل بيه قرص وان شاء الله بوريها لكم. حطيته في التلاجة وسبته نعمل بيه قرصتين. ده طبعا كله سمنه وكله فيه الدسم بتاع القشطه. كده خلاص حطيت معلقه ملح بس، مش اكتر من كده. على الكميه دي معلقه ملح، ما كتريش الملح عشان ما تبقاش حادقه معاكي. كده خلاص هحطها في التلاجة لمدة يوم. وبعدين تاني يوم قلت بقى مثلا انت هتنزل شوية شرش ولا حاجة. الحمد لله ما نزلتش حاجة عشان انا مصفياها حلو. جبنا الحلة بتاعتنا بقى، اهم حاجة تكون حلة غويطة علشان ما تفرش معاكي السمنة. وهنحطها وهنسيحها مع بعض خطوة بخطوة كده. ما شاء الله هتشوفوا في الاخر سمنة زي ما انت شفتها في الاول، سمنة رايقة جدا وريحتها حلوة قوي قوي قوي. ممكن انت كمان تخزني الزبدة ديت، تحطها في الفريزر متكورة كده وتسيحها على قد ما انت عايزة. كده خلاص بدأ ساحت معايا اهي، شفت لونها من الاول خالص. واهم حاجة في السمنة بقى على نار هادية، وكل شوية تقلبيها. ليه كل شوية تقلبيها؟ بتخرز معاكي السمنة، تبقى لون، تبقى مخرزة، ما تبقاش عاملة زي المرهم كده، تبقى مخرزة والريحة وطعم. كل شوية كده ما تسيبهاش، كل 5 دقايق تقلبي. كل الريم اللي على الوش ده المرتة بتاعتها ده هتسقط تحت في قعرية الحلة. شفتوا كده بدأت لونها يغير معانا اهي.
واحدة واحدة تقلبي، ما تسيبهاش يا جماعة على نار عالية عشان ما تتحرقش منك. تبقي واخدة بالك مثلا لو بتطبخي ولا بتعملي حاجة وهي جنبك، واخدة بالك عينك عليها. تمام كده خلاص، السمنة بتاعتنا خلصت وبقت زي الفل. اللي على الوش ده انا هشيله بالمعلقة، وكده خلاص السمنة بتاعتنا خلصت. بصوا بقى، انا غرفتها في البرطمانات. ما شاء الله السمنة رايقة جدا جدا جدا، مفيش فيها شوائب، مفيش فيها اي حاجة، سمنة بجد، ريحة وطعم والله. ودي المرتة بتاعتها الجميلة، طعمها تحفة بجد يعني. هي ما استنتش شوية المرتة اللي طلعوا ما استنوش. بألف هنا والشفا اللي هيعملها، وإن شاء الله تعملوها بالطريقة ديت وتجربوها. ويا رب طريقتي تكون عجبتكم يعني، والفيديو نال إعجابكم. دي بعد ما بردت وحبيت أصورها لكم. شوفوا لونها أبيض وجميل إزاي، اللون السمنة الجميل ده، ومرملة معاكم أهي. وأهم حاجة تعملوها بقى وتجربوها وتقولوا رأيكم فيها إيه، وأشوف وشكم على خير في فيديو تاني. مع السلامة.